وصفات هتسهل عليكي وقفة المطبخ، تنفع معاكي للفطار، تنفع معاكي للعشاء، تنفع معاكي لللانش بوكس للولاد في المدارس، تنفع معاكي كمان لسحور رمضان. حاجات سهلة وبسيطة هنعملها مع بعض النهاردة ان شاء الله، هتسهل علينا حاجات كتير. ويلا نعمل بقى شوية سردين مملح كده حلوين قبل رمضان، كل سنة وانتم طيبين. عشان في ناس كتير بتحب تاكل رنجة وفسيخ وحاجات زي كده، فانا عملت السردين المملح. هنشوف الطريقة بتاعته سهلة وسريعة، وفعلا وانتي واقفة في 10 دقايق هتعمليه، وفي 4 أيام بالظبط هتاكليه ان شاء الله. يلا قبل ما نبتدي الفيديو نصلي على حبيبنا وشفاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وحشتوني جدا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. يا ريت ما تنسوش تحطي لايك حلو زيكم، ولو لسه ما اشتركتوش ما تنسوش تشتركوا بكلمة اشتراك باللون الأحمر تحت الفيديو، وخلي الإشعارات على الكل. يا بنات لايكات للفيديو عشان انتوا كل ما بتشجعوني ان القناة بيبقى فيها مشاهدات، وبيبقى فيه ناس مشتركين بتشوف القناة جديدة، انا بتشجع ان انا انزل لكم الافكار والحاجات اللي فادتني في بيتي، وببقى عايزة كل الناس تستفاد منها. فانتوا كمان ما تبخلوش عليا ان انتوا تحطوا لي لايك عشان القناة اليوتيوب يقترحها. ما كانش عندي جوينتي بقى ان انا اقدر اعمل بيه السردين، فقلت لا البس بقى كيسين بلاستيك، لازم الواحد يتصرف. ونشوف هنعمل ايه. معايا 3 ليمونات مقطعاهم وشايله البذر بتاعهم، معايا حوالي 3 معالق كبار من الشطة، ومعاهم 3 معالق برضو من الملح، تمام كده. وبرطمان متعقم حلو، ومعايا كيلو من السردين البلدي الصغير اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. منضفاه وشايله البطن بتاعته، غسلاه كويس جدا، وسبته يتصفى. سيبيه يتصفى كده ايه على بطنه لمدة يوم مثلا كامل. اهم حاجة يبقى مفهوش اي حاجة من جواه. وبعد كده تطلعيه تنشفيه كويس بالمناديل، ما تخليش فيه نقطة مية واحدة. تمام. الحاجات اللي انا بقولكم دي مهمة عشان يطلع معاكي حلو. وبصي هو مش هياخد منك وقت. فانا قلبت الشطة على الملح وحطيتهم في المكان بتاع الخياشيم يا بنات. تمام. بدأت طبعا، هو كده كده يعتبر يعني البطن بتاعته مش محتاجة ان هي تتملح، يعني انا ملحت بس من عند الخياشيم. وبدأت ان انا ايه احط على السمكة نفسها من بره الملح والشطة. في ناس بقى بتحط كزبرة وحاجات، لا بصوا ما بحبش انا الافتكاسات دي. انا بحب اعمل الحاجة بطريقتها الاصلية الحلوة عشان يطلع طعمها زي اللي احنا بنحبه. تمام. بس كده ما فيهوش اي حاجة. زي ما انتوا شفتوا في البرطمان انا حطيت يا بنات حوالي ليمونة متقطعة. وبدأت بقى هملحه كله بنفس الطريقة زي ما قلت لكم بالخياشيم، بتحطي فيها شوية ملح وشطة، وتبدأي كده ايه مسحة كده على السمكية من بره، زي ما قلنا ما يكونش فيه نقطة مية، ويكون نضيف جدا ومغسول. انا عايزه اقول لكم انا كل يوم انا جبته الاول حطيته في الفريزر، بعد كده طلعته نضفته. كل يوم هعمله بكره هعمله بكره، في الاخر قلت لا انا هاخد بقى الخطوه واعمله ان شاء الله النهارده عشان نلحق ناكل منه ان شاء الله عشان رمضان. بصوا بدأت بقى ايه الكيلو عمل لي يعني برطمانين. في برطمان فيه حطيت فيه حوالي 4 سمكات كده، فانت لو عندك تحبي تحطيهم كلهم في برطمان واحد تمام. عملت الكمية كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها. وطبعا يا بنات عقموا البرطمان كويس ونشفوه، ما تخلوش فيه مية خالص. هو سهل وبسيط. انا كنت جايبة الكيلو ب130 جنيه، بس ده الصغير يا بنات مش الكبير. مش عارفة بقى انتوا عندكم السردين عامل كام. بس حطيتهم زي ما انت شفت. شوية الملح بقى والشطة دول طبعا مش هنرميهم، هنحطهم على الوش كده من فوق. والله ما في اسهل من كده. احنا بس اللي بنستسهل ونروح نشتري الحاجة من بره. بص معمول بايدك وبطريقة نظيفة وحلوة. هنحط بقى شوية الليمون اللي اتبقوا كده من على الوش. ونبتدي بس ننزل بحوالي نص كوباية زيت على كل برطمان بس كده. شوفي بقى انت لو هتنزلي تشتري الكمية ديت هتشتريها من بره بكام، ولا تعرفي شايلينها ازاي ولا منضفينها ازاي، ولا اللي عاملها اصلا لابس جلافز في ايده ولا لا، ولا ما يعني ولا متخزنة في انهي مكان. لا انت هتعمليه وتشيليه في البيت وعارفة انت شايلاه فين، وكمان هتفتح عليه بعد 4 ايام. يعني يا بنات انا عملته اهو النهاردة ان شاء الله، اول ما اجي افتح عليه هوريهولكم. حطيت الزيت وهاقفل عليه بقى كده وهاشيله عادي. شيليه مش في التلاجة، عايزة تشيليه في التلاجة شيليه، عايزة تشيليه في المطبخ من جوه شيليه زي ما تحبي. تمام كده. في حاجة برضو عايزين كل شوية نقلبه يا بنات، كل يوم نقلبه اتجاه عشان الزيت اللي فيه خليه يستوي على طول. هتبداي بقى ان انت تقلبيه فوق وتحت ويمين وشمال على اساس ان هو ايه يستوي معاكي على طول. والله سهل جدا، جربوه في البيت يا بنات قبل رمضان.
لو انتوا حابين تاكلوا منه ممكن تعملوا منه شوية في العيد، بس انا عملت عشان عندي املاح اصلا بس بعشق الاكل ده، فانا عملت كمية بسيطة. عايزة اقول لكم كل الحاجات اللي انا كنت بحبها طول عمري وكان لازم اشتريها من الشارع عشان ما بعرفش اعملها، اتعلمتها كلها عشان ما اكلش من الشارع. إحنا عارفين الحاجة بإيدينا وجايبين الحاجة ومنضفينها، عشان كمان لو الولاد كلوا منها أو كده يبقى ربنا يعني يسترها وتبقى حاجة كويسة وصحية ونضيفة. بس كده شُفتوا شكله والله أصلًا عايزة أفتح عليه وآكله دلوقتي مش قادرة أمسك نفسي. عملت البرطمانين دول واشيلهم. تعالوا بقى يا بنات على الوصفات اللي أنا باقول لكم عليها، الحاجات دي أنا ما باقدرش أستغنى عنها. معايا كمية أي كمية أنتِ عايزاها بس ده عشان البتنجان صغير، فأنا عاملة كذا واحدة. ده البتنجان يا بنات اللي هو الرومي، فأنا هاعمل إيه، شويته على البوتاجاز عادي كأنِك بتعملي بابا غنوج يعني. هنعمل كام حاجة أنا باحب أحطهم كده في التلاجة. صحينا مثلًا متأخر على المدارس، أقدر أعمل أحطها للولاد في الساندوتشات بتبقى حلوة جدًا ومغذية وأنضف من الحاجات طبعًا اللي برّه. جوزي بيصحى بقى متأخر ساعات وعايز يمشي ما بيرضاش يفطر، فاعمل له ساندوتش سريع. أنا نَفْسي ساعات باقوم ما ليش نِفْس أعمل أي أكل، فالحاجات دي بتبقى حلوة. بالليل ما لحقتش أعمل أكل، فاقوم عاملة ساندوتشات مثلًا للولاد لو الأكل هيتأخّر وجعانين. بُصّي أي حاجة هتبُصّي تلاقي الحاجات دي هتنفعِك، حاجات جاهزة كده على طول تتعمل ساندوتشات على طول معاكِ. أول حاجة باعملها اللي هو البابا غنوج يا بنات. باجيب البتنجان اللي هو أنا كان عندي اللي هو بس ده صغير، ممكن تجيبي بقى 2 كبار كده، بُصّي على حسب أفراد برضه أسرتِك. الحاجات اللي أنا باقول لِك عليها دي هتقعد معاكِ أسبوع مثلًا. أسبوع ممكن تفطروا منها، تتعشوا منها، وحلوة أوي، أوي بقى في رمضان. لو تقدري تقفي كل يوم، لو مش قادرة تعملي سحور كل يوم، أو زي حالاتي بتنامي كده بعد صلاة التراويح وتروح عليكِ نومة فيوم تقدري تعملي سحور، ويوم يروح عليكِ السحور. فبُصّوا في حاجات كتير أوي يعني مواقف كنت باعدّي بيها، فبتخلّيني إن أنا أحاول على قد ما أقدر أشوف البديل. فعشان كده بدأت إن أنا آخُد حاجات كده النصايح اللي باقولها لكم دي عشان أنا حاجات بامُر بيها فعلًا. يعني أوقات كتير باقوم مش قادرة أعمل فطار، أوقات كتير مش قادرة فعلًا عشان السحور، باحاول أتصرّف. ودي برضه بطاطس سلقتها وقشّرتها، قُلت بالمرّة كده عشان أشيل المفرش مرّة واحدة. يبقى إحنا كده شوينا بتنجان وسلقنا بطاطس، وقشّرنا البتنجان وقشّرنا البطاطس يا بنات زي ما أنتم شايفين. هنطحنهم. أنا ما عنديش لا كَبّة، الكَبّة بتاعتي الحمد لله باظت، والهاند بلندر. لو عندِك هاند بلندر اضربي البتنجان المشوي ده بالهاند بلندر هيبقى حلو أوي. هاهرس البطاطس والبتنجان عشان إيه ما اطوّلش عليكم. الإضافات اللي أنا هاحطها طحينة، بُصّوا الطحينة دي أنا عاملاها في البيت، قولوا عليَّ شاطرة بقى في الكومنتات. عاملة الطحينة بالسمسم يا بنات والزيت، مش حاطة عليها إضافات خالص. هاتبّل بقى البطاطس والبتنجان بإيه بقى، بشوية زيت زيتون، أحط شوية ملح وشوية كمون بس. هي الإضافة بس اللي أنا زوّدتها على البتنجان، حطيت طحينة، بس كده. لكن البطاطس أنا مش هاحط عليها أكتر من ملح وكمون. وهاحط كمان شوية خضرة عندي اللي هو بقدونس وكزبرة وكده. ونحط بقى من على الوش يا بنات شوية إيه، زيت زيتون. طَب أنتِ بقى بتحبي تحطي توم، أنا ما باحبش أشيل حاجة فيها توم. يعني إيه، يعني باحس لأ، يعني الحاجة لمّا بتتشال عشان دي أنا هاحطها في التلاجة مش في الفريزر، فباحس إن ريحة التوم مش هتبقى حلوة فيها. فأنتم عايزين تحطوا توم حطوا، بس أنا ما جربتهاش الصراحة بالتوم. أنا ما حطيتش غير زيت وملح وكمون وطحينة بس كده. كان عندي بقى شوية خضرة، قُلت برضه هاقطّعها مع البطاطس، لإن طبعًا الخضرة مع البطاطس حلوة جدًا ومغذية، وفي نفس الوقت باحس إن هي بتدّي طعم جميل وريحة حلوة كده للبطاطس المهروسة. الحاجات دي يا بنات سهلة وبسيطة، هتُقفي فعلًا والله تعمليها على طول. بُصّي كإنِّك لمّا بتعملي فطار، وشيلي منهم كل حاجة شوية في علبة تلاجة وخلّيهم عندِك. تاني يوم مثلًا مش قادرة تعملي فطار أو حاجة، يبقى الفطار جاهز ومش هيجرى له أي حاجة. ما دام أنتِ شايلة العلب والحاجة ما فيهاش مَيّة ونضيفة، مش هيجرى لها أي حاجة. بس حُطّي شوية زيت كده من على الوش. مش شرط برضه تحطّي زيت زيتون، ممكن تحطّي زيت عادي اللي هو بتاع الأكل العادي عندِك. أنا اللي كان عندي زيت زيتون يعني فعادي. حُطّي بس من على الوش كده، والعلبة تكون نضيفة، وغطّي العلبة وحطّيها على الشبكة. باحطّها على الشبكة اللي تحت الفريزر على طول يا بنات، أو الشبكة فوق يعني. وهاعمل كمان اللي هو السلطة.
السلطة دي بقى ممكن تقعد معايا 3 أيام، الحاجات اللي أنا باكلمكم فيها دي ممكن تقعد معاكِ كذا يوم، يعني مش لازم يوم واحد، لو أنتِ التلاجة بتاعتِك حالها كويس ممكن تقعد معاكِ لحد أسبوع وكمان الجو برد. بس السلطة أنا ما باحطش عليها ملح ولا باحط عليها توابل ولا أي حاجة. قطّعي أي سلطة أنتِ بتحبيها طماطم، يعني أنا قطّعت طماطم وخيار وفلفل ألوان، وقطّعت الخضرة اللي هو الشبت والكزبرة، و وهابشر جزر، وهابشر بنجر، يعني حطّي كل الخضار اللي أنتِ بتحبيه على السلطة عادي بس كده، ما تزوّديش أي حاجة، ولا ملح ولا تحطّي زيت ولا تحطّي ليمون ولا أي حاجة، هتفضل معاكِ كذا يوم كإنِّك لسه مقطّعاها. الحاجات دي هتنفع معاكم يا بنات في رمضان أوي، يعني بدل ما كل يوم تعملي سلطة ممكن مثلًا كل 3 أيام تعملي لِك بولة كده و وتقومي مغطّياها، أهم حاجة برضه غطّي الحاجة اللي أنتِ هتعمليها وتقومي واخدة منها شوية، وأنتِ بتاخدي الشوية عشان تحطّيها على الأكل، حطّي بقى الزيت اللي أنتِ عايزاه، حطّي ليمون، حطّي اللي أنتِ عايزاه براحتك. وممكن برضه تجهّزي الصوص لو أنتِ عندِك برطمان كده إزاز، تجهّزي الصوص بتاعِك، تحطّي فيه زيت زيتون، حطّي فيه دبس رمان، حطّي فيه شوية خل، حطّي بقى فيه كل اللي أنتِ عايزاه وترشّيه على السلطة وقت ما تطلّعيها، يعني زي ما تحبّي. أنا برضه هاشارككم الصوص دوّة اللي أنا باعمله، و وباخد على قد السلطة وباخد منها إيه، معلقتين كده من الصوص دوّة، فما احتاجش أحط ملح ولا حاجة، يعني بتعمليه على طول كده بيبقى حلو. أقطّع كمان كابوتشا، كان عندي كابوتشا، الحاجات اللي أنا باقطّعها دي على فكرة كانت عندي بواقي تلاجة، لإني أنا عايزة أعمل قُلت أعمل بيهم شوية سلطة بدل ما يدبلوا ويبوظوا عندي، فخلّيني أعملهم سلطة وأشيلهم في التلاجة إيه، بُكرة للغدا أو اليومين اللي جايين دُولة، عشان أنا طبعًا بدأت تنضيفات وتفريزات، فالحاجات دي هتنفعني، ساعات بابقى لسه ما خلّصتش الأكل والولاد جعانين، فباعمل لهم ساندوتشات، والسلطة دي بتبقى جنب الغدا حلو، جنب أي أكلة. كده حلوة يعني ومفيدة. بس هاقلّبها بقى واشيلها برضه في علبة، حطيت من تحت زي ما أنتم شايفين كده الكابوتشا، واحط يعني أنا هاشيل كمية والباقي هاشيله للغدا، يعني أنا كده كنت هاعمل سلطة أصلًا للغدا، فقُلت أزوّد واشيل علبة لبُكرة أو وقت ما احتاجها يعني، بس زي ما قُلنا ما تحطوش عليها ملح. الحاجات دي حلوة جدًا يا بنات، إن شاء الله بقى هابتدي أكتب اللي هو أكلات الأسبوع وانزل أشتري الحاجات اللي ناقصاني بإذن الله، وطبعًا هاشارككم الحاجات اللي أنا هانزل أشتريها، وهاشارككم تفريزات طبعًا التفريزات يعني اللي هنعملها الأسبوع ده إن شاء الله. بُصّوا كان عندي بقى نُص حتّة جبنة قريش، يعني بُصّي نُص الربع، فاهمين؟ يعني مثلًا حتّة زي قد تُمن كيلو كده، فاسيبها في حالها وقُلت لها والله ما هاسيبِك. قُمت خدتها وحطيت عليها برضه خ خيار وحطيت عليها طماطم وحطيت عليها زيت زيتون وهاحط عليها شوية طحينة. بُصّي هي ما بتتحطش عليها طحينة، بس أنا كسمر باحبها بطحينة جدًا، يعني باحب الجبنة القريش بطحينة أوي. فبرضه أنا باحب أعمل كده يا بنات إيه، بُصّوا هو كل حاجة من اللي أنا عاملاهم حوالي طبق، يعني مش كمية كبيرة، بس دي حاجات فعلًا كانت هتبوظ عندي ودي بواقي تلاجة. يعني أنا دلوقتي سِبت لو كنت سِبت البتنجان مثلًا كان ممكن يدبل عندي ويبوظ. كان عندي برضه جايبة ما شاء الله شوية بطاطس حلوين يعني آخر مرّة معاكم، فقُلت أطلّع منهم شوية أسلقهم. عندي شوية يعني كام خياراية على كام طماطماية أو كده، فقُلت طَب ما أنا أعمل بيهم سَلطة واشيلها برضه وأطلّع الحاجة تبقى جاهزة، كمان الحاجات دي لمّا بتبقى جاهزة بتشجّعنا يا بنات إن إحنا نطلّع وناكل منها، يعني أنتِ ساعات ممكن تحطّي الغدا ومكسّلة تعملي السَلطة، لأ السَلطة هتبقى جاهزة معاكِ. وحطيت عليهم شوية زيت زيتون من على الوش زي ما أنتم شايفين، وأحلى طبق بجد. بُصّي أنا باعشق الجبنة القريش بالطماطم والخيار، أحلى طبق. والحاجات دي هتشيليها عندِك زي ما قُلت لِك على الشبكة بتاعة التلاجة، والله إن شاء الله مش هيجرى لها حاجة، وهتطلّعي على قد استخدامِك وتغطّيها وترجّعيها تاني، أهم حاجة إيه ما تفضليش سايباها برّه تبوظ منِّك. يعني طلّعي اللي هتاخديه على قد أكلِك وشيلي الباقي على طول في التلاجة وحطّيه تحت الفريزر كده عشان بتبقى البرودة في المكان ده أعلى. ودي الوصفات اللي أنا عملتها يا بنات معاكم النهارده، يا رب تكونوا استفدتم وجربوها إن شاء الله هتنفعكم وتفيدكم، واشوفكم في فيديو جديد.